صلوا بينا على النبي. وفيلمنا بيبدأ مع الطلبة ساياكا اللي كانت بتتكلم مع قريبها شادو، وبنعرف إنها بتحب الكتابة وبتكتب روايات على الإنترنت. وبنعرف كمان إن شادو الوحيد اللي يعرف إنها بتكتب روايات، وإن طلاب المدرسة كلهم ما يعرفوش حاجة. وبتكون ساياكا عايزة تكتب رواية عن الحب، وبتقول لشادو إن الناس طلبت منها تكتب رواية عن الحب. وبتعرفه بعدها إنها متوترة ومش عارفة تعمل إيه بسبب إنها بتكتب عن الصداقة والخيال، وإنها مش عارفة حاجة عن الرومانسية. فبيقولها شادو إنها لازم تعيش قصة حب الأول علشان تقدر تكتب الرواية. وبتكون ساياكا مش موافقة على خطته علشان هتكتب على الشخص اللي هتحبه ومش هيعرف إنها بتكتب رواية. وأما شادو بيقولها إنه موافق يعيش معاها قصة حب، بتكون فاكراها بيهزر معاها ومش بترد عليه. وبعد لحظات بنشوف الطالب كوين وصل للمدرسة، وبنعرف إن هو رئيس الفصل وأشهر طالب في المدرسة. وبنشوف بعدها ساياكا كانت ماشية في حوش المدرسة، وبتلاقي كوين كان بيتكلم مع واحدة من الطالبات. وبتبدأ بعدها ساياكا تسمع كلامهم من مسافة بعيدة، وبتلاقي الطلبة كانت بتقوله إن قلبها بينبض بمعدل كبير وهي معه. وبتقرر وقتها ساياكا إنها هتكتب اللي سمعته في الرواية بتاعتها، بس بعدها كوين بينفصل عن الطلبة وبيقولها تبعد عنه. وبيعرف بعدها كوين إن ساياكا كانت سمع اللي حصل، وبيلاقيها ما كانتش بتكتب وبتقوله إنها كانت سمعهم. وبعد لحظات بتكون ساياكا ماشية وبتلاقي المذكرات بتاعته، وبتروح للفصل وبتقوله إن المذكرات معاها. وبتعرفه بعدها إنها قرت المذكرات كلها، وإنها عرفت إنه بيسجل أسماء البنات اللي بينفصل عنهم. وبيكون كوين عارف إنه هيخسر شهرته في المدرسة لو عرفوا بالمذكرات بتاعته. وبيلاقي ساياكا كانت رافضة تديه المذكرات. وبيعرف كوين بعدها إنها عايزاه يمثل معاها ويكون حبيبها، لكنها مش بتعرفه إنها بتكتب رواية. وأما ساياكا بتلاقيه مش موافق، بتقوله إنها عملت نسخة من المذكرات بتاعته وإنها تفضحه في المدرسة كلها. وبيوافق بعدها كوين على طلبها وبياخد الورق اللي رمتهم، لكنه بعدها بيمشي من المكان وبيسيبها. وفي الوقت ده بتبدأ ساياكا تفكر في الكلام اللي هتكتبه في الرواية، وبتروح تاني يوم لمدير التحرير بتاعها وبتديه الجزء الأول من الرواية. وساعتها المدير بيقولها إنها لازم تشتغل على الرواية أكتر علشان في مسابقة اتعملت ولازم تكسبها. وبعد ما ساياكا بتعرف إن الرواية اللي هتكسب هتتعمل فيلم، بتقوله إنها اللي هتكسب المسابقة. وفي تاني يوم بتكون ساياكا سمعت طالبات هما بيتكلموا عن الجزء الأول من الرواية، وبيكونوا مش عارفين إنها اللي كتبت الرواية. وبيظهر إن شادو قريبها كان واقف معاها وبيعرف إن الجزء الأول اتعرض، وبيقولها إنها لازم تشتغل أكتر وتكسب المسابقة. وبعد ما كوين بيوصل للمدرسة وبيعرف إن ساياكا عايزة تقابله، بيقولها إنه هياخد المذكرات بتاعته وبيمشي. وبنشوفه بعدها كان في الفصل وبيتكلم مع المدرس، وبيقوله إن المذكرات بتاعته اتسرقت من شنطته. والساعتها المدرس بيتعصب وبيتخانق مع الطلبة، وبيقول لهم يطلعوا أي حاجة موجودة في شنطهم. وبعد ما ساياكا بتطلع المذكرات بتاعته وبتقرا اللي جواها، بيعرف وقتها المدرس إن كوين كاتب عنه كلام سيء. وبنلاحظ بعدها إن كوين بدأ يتوتر، وبيقول للمدرس إن المذكرات مش بتاعته. وبنشوف بعدها كوين كان قاعد لوحده ومتعصب، وبيلاقي ساياكا جاتله وبتتكلم معاه. وأما كوين بيقولها إنه هينفذ طلبها ومش هيعمل حاجة تاني، بيلاقي بعدها صاحبته ظهرت وبيمشي معاها. وبعد كام يوم بيعرف شادو إنه الجزء التاني اتنشر، وبيسأل ساياكا إزاي عرفت تكتب رواية عن الحب. فبتقوله ساياكا إن كوين بيتظاهر إنه حبيبها، وإن أي حاجة بتكتبها بتكون عن تجربتها الشخصية. وبعد لحظات بيتقابل شادو مع كوين وبيطلب منه يبعد عن ساياكا، وبنعرف ساعتها إنه بيحبها وخايف يعترف لها بحبه. وبنلاحظ وقتها إن كوين ما كانش مهتم لكلامه، وبيقول إنه مستحيل يعجب بيها وبيمشي. وبنشوف بعدها ساياكا كانت قاعدة في البيت لوحدها، وبتبدأ إنها تكتب الرواية وبتكون عايزة تكسب المسابقة. وفي تاني يوم بنشوف كوين كان ماشي وبيلاقيها كانت واقفة مع شادو، وبيفتكر إن هما بيحبوا بعض وبيكون متضايق. وبعد ما بيخلص اليوم الدراسي بنشوف ساياكا راحت لمدير التحرير وبتتكلم معاه، وبتعرف إن الكاتب اللي هتتنافس معاه اسمه تونجو. وبيصير بعدها تونجو وبيتعرف عليها، وبتلاقي بعدها المدير بدأ يقولها تتغلب عليه. وفي يوم بنشوف ساياكا كانت في المدرسة، وبتلاقي الطلبات كانوا بيتكلموا عن الرواية بتاعتها، وبيكونوا عايزين يعرفوا نهاية الرواية. وبعد لحظات بنشوفها كانت رايحة لبيت كوين وبتتقابل مع تونجو، وبتعرف إن هما يبقوا إخوات. وأما ساياكا بتدخل معاه للبيت وبتسأله عن كوين، بيقولها إنه راح في رحلة عائلية مع والده ومرات والده. وبتعرف وقتها ساياكا إن تونجو ووالدته تانية، وإن كوين يبقى الوارث للعيلة. وبنشوف بعدها ساياكا طلبت منه ياخدها لكوين، وبيوافق تونجو على طلبها وبياخدها معاه. وبيظهر ساعتها إن كوين كان مستغرب من وجودها، وبتلاحظ ساياكا إنه مش عايز يتكلم معاها.
وبعد ما سايكا بتروح لكوين وبتحاول تتكلم معاه، بتلاقيه بدأ يقولها ترجع لبيتها وبيمشي. وبتلاقي بعدها تونجو ظهر وبيقولها إن كوين مش بيحب حد وإنها لازم تبعد عنه علشان هيكسر قلبها. وبيكون كوين سامع كلام تونجو ومش بيعمل حاجة، وبيقولها نفس الكلام وإنها لازم تبعد عنه. وبعد ما سايكا بتمشي من البيت وبتتقابل مع شادو، بيلاحظ شادو إنها متضايقة وبيسألها عن اللي حصل معاها. وأما شادو بيلاقيها منهارة ومش قادرة تتكلم، بيقولها بعدها ما تزعلش نفسها وإنه هيفضل جنبها. وفي الوقت ده بنشوف كوين كان قاعد لوحده وبيفتكر والدته لما سابته وهو صغير. وساعتها بنعرف إن كوين متأثر بسبب والدته اللي سابته، وبنعرف إن هو خايف سايكا تسيبه ومش عايز يحبها. وفي تاني يوم بنشوف سايكا راحت لمدير التحرير وبتديه الجزء الثالث من الرواية، وبيكون المدير مبسوط منها وبيقولها إن الرواية جميلة، وبيعرفها بعدها إن الناس بتصوت لها كأفضل رواية وإنهم عايزين يعرفوا نهاية الرواية في يوم المسابقة. وبنشوف بعدها سايكا كانت ماشية وبتلاقي تونجو بعتلها رسالة وبيطلب يقابلها. وبعد ما سايكا بتروح له وبتقعد معاه، بتلاقيه بيحذرها ما تكتبش اللي بيحصل معاها على الرواية. وأما تونجو بيقولها إنها لازم تكتب قصة خيالية، بتشكره على نصيحته وبتمشي من المكان. وفي تاني يوم بنشوف تونجو كان ماشي مع سايكا وبيقول لكوين إن هما بيحبوا بعض. وبتكون سايكا عايزة تتكلم مع كوين وتعرفه إنه بيكذب، لكنه بيرفض يسمع لكلامها وبيمشي. وبعد ما سايكا بتروح لصاحبها شادو وبتحكي له باللي حصل، بتلاقيه كان عايز يتظاهر إنه حبيبها علشان تكتب الرواية. وساعتها سايكا بتقوله إنها شايفاه صاحبها مش أكتر، وإنها مش هتكون حاسة بالحب وهي معاه. وبنلاحظ وقتها إن شادو بدأ يتضايق من كلامها وبيمشي، وبتفضل سايكا قاعدة لوحدها ومش بتعرف إنها تكتب آخر جزء من الرواية. وأما سايكا بتتصل بالمدير وبتعرفه إنها مش هتقدر تكتب الجزء الأخير، بتلاقيه بدأ يشجعها وبيقولها إنها هتقدر تكسب المسابقة. وبنشوفها بعدها راحت لبيت كوين وبتقرر إنها تتكلم معاه، لكنها مش بتلاقيه وبتلاقي تونجو. وبعد ما تونجو بيعرفها إن كوين مرجعش للبيت، بيقولها بعدها إنه عايزها تكون حبيبته. وأما تونجو بيلاقيها كانت مستغربة من كلامه ومش بتوافق، بيقولها بعدها إنه هيبلغ كوين باللي عملته وإنها قربت منه علشان تكتب الرواية. وبتكون سايكا مش عايزة كوين يعرف إنها كذبت عليه، وبتسأل تونجو عن سبب كرهه لكوين. فبيقولها تونجو إن كوين الوارث الشرعي للعيلة وإنه غيران منه في كل حاجة. وبعد لحظات بيوصل كوين للبيت وبيلاقي سايكا كانت بتتكلم مع أخوه وبتأكد إن هما بيحبوا بعض وبيمشي. وبتكون سايكا عايزة تشرح له اللي حصل وإنها جت تدور عليه، لكنه بيكون رافض يتكلم معاها. وبنلاحظ وقتها إن تونجو كان مبسوط جدا، وبيقول إنه نجح بإنه يضايق كوين وينتقم منه. وبنشوف بعدها تونجو بدأ يتكلم معاها، لكنها مش بترد عليه وبتفضل ساكتة. وبنشوفها بعدها راحت للمدير وبتعتذر له وبتقوله إن عندها ظروف ومش هتقدر تكتب نهاية الرواية. وبيكون المدير مستغرب من كلامها وبيحاول يشجعها، لكنها كانت مصممة على كلامها وبتقوله إنها مش هتقدر. وبعد ما سايكا بترجع للبيت وبتقعد تفكر مع نفسها، بتقرر إنها مش هتتخلى عن حلمها وتكسب المسابقة. وفي تاني يوم بنشوفها كانت في المدرسة وبتتكلم مع كوين وبتقوله إنها عايزة تقابله بعد انتهاء اليوم الدراسي. وبعد ما سايكا بتلاقيه كان رافض يقابلها، بتقوله إن المذكرات بتاعته معاها وإنه لازم يمشي على كلامها. وبعد ما بيخلص اليوم الدراسي بنشوف سايكا راحت تظبط نفسها وبتكون عايزة تقابل كوين وهي جميلة. وبنشوفها بعدها راحت له وبتتكلم معاه وبتعرف إنها مش بتحب تونجو زي ما كان فاكر. وبيكون كوين مصدق كلامها وعارف إنها مش بتكتب، وبيبدأ بعدها يحكي لها عن السبب اللي خلاه يبعد عنها. وبعد ما سايكا بتعرف إن والدته سابته وهو صغير، بيقول لها بعدها إنه خايف يحبها علشان مش عايزاه تسيبه. وبتقرر بعدها سايكا إنها مش هتكسر قلبه، وبتقول إنها مش هتكمل كتابة الرواية. وبعد ما كوين بيرجع للبيت وبيتقابل مع أخوه، بيلاقي بدأ يقول إنه لازم يحضر المسابقة علشان يسمع الرواية بتاعت سايكا. وبيكون كوين مش مصدق إن سايكا بتكتب رواية، وبيطلب من تونجو يبعد عنه وما يتكلمش معاه. في الوقت ده بنشوف سايكا كانت بتتكلم مع المدير في الموبايل وبتقوله إنها فكرت كويس وإنها لو خلصت كتابة الرواية هتأذي حد بتحبه. وبيكون المدير مش فاهم حاجة من كلامها، لكنه بيعرف إنها عايزة تخرج من المسابقة. وبعد لحظات بيعرف تونجو من المساعدة بتاعته إن سايكا خرجت من المسابقة، وبيكون متضايق علشان عايز يتغلب عليها. وأما تونجو بيتصل بسايكا وبيكون عايز يتكلم معاها، بيلاقيها ما كانتش بترد عليه. وفي تاني يوم بنشوفها كانت قاعدة في سطح المدرسة، وبتلاقي شادو جالها وبيقولها إنه عرف باللي حصل. وأما سايكا بتقوله إنها مش هتعرف تضحك على كوين، بيقولها إنه مش لازم تكتب رواية من تجربتها الشخصية، وإنها تقدر تكتب حاجة من خيالها وتكسب المسابقة.
وبنشوف بعدها ساياكا كانت ماشية وبتتقابل مع تونجو اللي كان بيقولها لازم ترجع للمسابقة علشان يتغلب عليها. وبيكون تونجو عايز يعرف هتعمل ايه، لكنها مش بتديه إجابة واضحة وبتمشي من المكان. وبيجي بعدها يوم المسابقة وبنشوف الناس كانت متجمعة بأعداد كبيرة وبيكونوا عايزين يعرفوا نهاية الروايات اللي اتكتبت. وفي الوقت ده بنشوف تونجو كان بيتكلم مع المساعدة بتاعته اللي بتقوله إن ساياكا مش هتيجي للمسابقة. والساعتها بتوصل ساياكا وبتروح تتكلم مع تونجو وبتقوله إنها مش هتخسر قدامه وهتتغلب عليه. وبعد ما المسابقة بتبدأ وبتدخل ساياكا للقاعة بنلاحظ إن صحابها الطلبة كانوا مستغربين منها وبيكونوا مش مصدقين إنها اللي كتبت الرواية. وبتبدأ بعدها ساياكا تكتب نهاية الرواية من خيالها وبيكون كوين موجود في المكان وشايفها. وبنشوفها بعدها بدأت تتكلم مع الناس وبتحكي لهم باللي حصل وإنها كتبت الرواية من تجربتها الشخصية في الحب. وبتقول لهم كمان السبب اللي خلاها ما تخلصش كتابة الرواية وإنها كتبتها على حد وما كانتش عايزاه تخسره. وبيكون كوين سامع كلامها وعارف إنها بتتكلم عنه وبيمشي بعدها من المكان وبيكون متضايق. وبيلاقي وقتها شادو وجاله وبيقول إنه لازم يقرا الرواية علشان ساياكا حبته بجد وكانت بتكتب مشاعر صادقة في الرواية. وبعد ما ساياكا بتكسب المسابقة بنشوفها بعدها راحت تعيط لوحدها وبتكون زعلانة علشان خسرت كوين. وبتلاقي بعدها كوين جالها وبيقولها إنه قرا الرواية بتاعتها وإنه عارف إنها كانت بتحبه. وبيعرفها وقتها إنه ما كانش عنده مشكلة تكتب الرواية من تجربة حبها معاه وبيقولها إنه حبها بجد وما كانش بيتظاهر بحبه ليها. وبنلاحظ بعدها إن ساياكا كانت مبسوطة من كلامه وبتقرر إنها تكون حبيبته وتفضل معاه.